بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل صينية جلاش سريعة كده للعشاء. الحشوة بتاعتها عبارة عن فلفل، طماطم، جبنة شيدر، لانشون. تمام. أول حاجة هعملها، كلنا طبعا شاطرين وعارفين الحاجات دي كويس قوي، إن أنا بدهن الصينية. هدهنها كويس واجيلكوا. دهنت الصينية واللهم صل على النبي. احسن عملنا ايه تاني؟ وادي الجلاشة بتبقى مربعة، انا عايزاها مدورة على قد الصينية. بحط الصينية عليها واقص، ولما بقص بسيب الزيادات للاخر، انا بتصرف فيها. تمام. هاخد اول حاجة ورقتين لوحدهم، اللي هما بحطهم على وش الصينية في الاخر. بشيل ورقتين، 2 أو 3 كده، واشيلهم بس بعيد عن الهواء. الكيس بتاعهم بركنهم على جنب، وببدأ افصل اللي انا قصيته من الصينية واخليها مدورة زي ما انا عايزة. هبدأ اخد من هنا، دهنت الصينية، هبدأ اخد ورقتين وارصهم في الصينية. تمام. احط ورقتين تاني. هبدأ انا دهنة تحت، هدهن هنا خفيف، دهان خفيف، لان احنا المفروض ان احنا بنقلل الدهون. هرص نص الصينية. عايز اوريلك حاجة، الحتت اللي انا قصيتها اللي هي الزيادات اللي في الاربع تجناب اهي، وبدهنها بحطها تحت، وممكن احط جزء في نصها في الجزء التاني. ودي زبدة وزيت، زبدة وزيت ذرة. تمام. هبدأ بقى هنا احط ورقتين عشان احط الحشوة. وادي الحشوة. دلوقتي انا عندي مشكلة، هو مش عايز ياكل لانشون وانا هاكل، فهحط اللانشون في نص الصينية بس، مش هحط في النص التاني، عشان كل واحد ياكل اللي هو ايه. وبقية الحاجات هحطها عادي هنا وهنا، وطماطم هنا وهنا عادي، والجبنة تاني هنا، والفلفل هيبقى على كله عادي. انا حاطة جبنة كتيرة، الجبنة لما بتسيح بتبقى حلوة جدا جوه. وببدأ احط بقية مكوناتي، وهنا دي الحشوة اللي انا عملتها. تمام. هبدأ اكمل رص اهو. مش هدهن دي، ممكن ادهنها عادي اهو. احط دي كمان كده واكملها ببقيتها اهي. وادي الورقتين اللي احنا قلنا نشيلهم، اللي هما السلام. هنبدأ نحطهم ايا كانوا بقى، هنحطهم يعني، لان هما دول اللي ايه هنغطي بيهم. وبكده بتبقى، هحط دي كده واحط دول تحتيها عشان دول متقطعين شوية. وبحط كده وبفرد واشيل دي. ادي الصينية اهي، ادي. وببدأ اظبط الدنيا. ادي الصينية نسوي ونرجع تاني. ودي الصينية بعد ما استوت. انا الحقيقة بسوي فوق على العين بتاعة البوتاجاز من تحت، وبعد كده بدخلها على الرف تاخد وش كده وتستوي، وتبقى بالهنا والشفا. اتمنى انكم تشتركوا في قناتي علشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو، وتجربي الوصفة ان شاء الله.